5 د الحوايج الا درتيهم غادي نضمن لك بان غادي تخسر فلوس كامله في البورصه. اول حاجه هي تستثمر في شركه فقط لان الناس كيهضروا عليها في لي ريزو سوسيو بلا ما تفهم الشركه مزيان، المنتجات ديالها، نسبه الارباح اللي كتدخل سنويا الى اخره. ثاني حاجه هو تستثمري في سهم واحد، سهم واحد كافي جدا بلا ما تكثر عليك كثره الاستثمارات. ثالث حاجه هو تسنى الربح السريع، يعني مثلا اليوم استثمرت في هذا السهم خصني من هنا سيمانه نولي مليونير او نولي انا هو ايلون ماسك. راه اي دومين ما فيش الربح السريع، كلشي كيبدا خطوه بخطوه. رابع حاجه هو تجاهل الرسوم والضرائب اللي كيكونوا على الارباح اللي كيجيوك من الاستثمارات ديالك، اصلا عندك شي نسبه قليله بلا ما تسوق ليها. خامس حاجه هو تداول بناء على العواطف، يعني مثلا طالع لي الدم اليوم غادي نبيع هذا السهم هذا ما عندي ما ندير به، او فرحان ارا نشري واحد 10 الاسهم من هذه الشركه اكس. هادو هما الاخطاء اللي كيديروا. الخطوه الاضافيه السادسه هو ما ديرش فولو الفينانس حلال بالدارجه، ما تدخلش لمنصات باتريون اللي كيحطوا فيها كل نهار حلقه جديده على الاستثمار في البورصه بطرق حلال ومربحه، وما ديرش سيف لهاد لا فيديو تشوف الريلات جداد وتهلا البطل.